خلاص المفروض باخذ جهة ثانية. نفس الشيء اسويه. طبعا في حال اذا كان معلق. طبعا يبغالكم توصيله افضل طويله. بس قلت لكم هذا يعتبر اجتهاد شخصي على اساس انك ما عندك عده وتسوي الشغل قد ما تقدر. اسحبه كذا. طبعا شوفوا مكسور. بعدين بنشوف له حل او غيره مستعمل او جديد. حلو. الحين صار اسهل. شوفوا اسهل لي. زين. هذا الكور لنسيان نظام كلتش مروحه. الكور تفكه وتدفه على الداخل. ما يحتاج تفك كلتش المروحه. اوكي. شلون؟ بعد اول شيء دائما الافياش انتبه. اي افياش تطلعها اول شيء. يعني مثلا زي هذا. نجيب النور. تسحب على فوق توخر وتحطه بمكان امن. اوكي كذا. ها هذا مكان كويس. وخرت الفيش. الحين بسوي كذا. بلاقي انه في ايش؟ شوفوا اللي ماسك الكور اللي هو مشرشر. خلني بزيد الاضاءة لكم عشان يكون اوضح. ما شطرحنا دقائق. الحين انا زدت الاضاءة عشان يكون اوضح لكم. اقول بسم الله. برغي. الافضل اجيب علبه. يعني تجيبون علبه صغيره تحطوا اغراضكم فيها. الافضل. لا الواحد خايف ينسى او يضيع الاغراض. او في علبه الفلتر مثلا. اوكي. شوفوا اللي حصلته هنا. شوفوا المسخره اللي حصلتها هنا. شوفوا لقيت هذا مربوط بسلك. العلبه بسيمه. شوفوا مربوط بسيمه. اوكي. فبقصها الحين. شوفوا مو حرام بسيارة بي ام دبليو. تسوون كذا عشان لا يخترب لا سمح الله هذا الفيش. شوفوا بسوي كذا. والافضل اجيب كينكس واسوي كذا. اوكي. هذا الشغل على اصول. زين. اسوي كذا. اهم شيء لا يضيع القفل. ها شوفوا احطه هنا لين ما افك الهوز. بعدين اسوي كذا. اسحبه. خصوصا ان في قفيز تحت عشان ما يعور يدك. بسم الله. طبعا يمين يسار فوق تحت لين ما يفك معك. اوكي. شوف شلون فك. حط الهوز على جنب. الهوز نغير الهوز. تحطه هنا كذا امورك في السليم. شوفوا تسحبوا هذا
اللوك، فكيت المبرد هذا حق الجير طلعته برا خلاص. طبعا طلعت الفيش، شوفوا الفيش اللي هنا يركب في الهوز، والحين بطلع الهوز الاخير. اوكي، من تحت السيارة او من فوق اذا بغيتوا، الاسهل لكم. الحين بفك هذا قدامكم. شوفوا شو مقطوع الربلة، كلها لازم تغسل ويتضبط وتركب له سيل جديد. تمت العملية بنجاح. الحين لازم نغسل الراديتر، نغسل المجرى كامل داخل المحرك اللي فيه الماء. الحين قاعد اغسل، طبعا هذا الماء المالح بس للغسيل. اوكي زين، بغسل بشغل السيارة يطلع اللي فيها، ولين ما انظف كذا مرة، وبعدين خلاص احط ماء مقطر والمحل الاصلي. هذا بس حق الغسيل، اغسل بس. اوكي، وانتبه انه ما في شيء عشان مروحه لا سمح الله، واشغل شوي يطلع كل المويه اللي انا حطيته كل شيء، بعدين اجيب ماء مقطر واحط واشغل وكذا، واطلع الماء المالح واصفي كذا مره ما شطرح مالها. هي طريقه يدويه طبعا، غير لما تكون تروح عند محل لترات مختص عند الجهاز، عرفتوا الجهاز هذا اللي يشبك الهوز ويغسل لك كل شيء. هذا الكلام انه بس شيء سريع عند بيتك، ما تبغى تخسر ولا ريال غير قطع الغيار. نشغل ونقول بسم الله. طبعا انا حطيت هذا رشيته عشان اشيل كل الترسبات والشحوم والزيوت اللي موجود لما ينشف، وبعدين بفرشه او اسفنجه حق مواعين وهذا كله يروح ان شاء الله. طبعا انا كنت راش قبل المويه ورشيته، انا اوريكم عشان ما يجي واحد يقول اوه هذا شلون رش بعد المويه. قبل المويه انا رش. ها نقول بسم الله، شغل. شوف المويه نزلت نظيفة، شوف بس نغير ربلات وننظف هنا وننظف كل شيء ونطبق ان شاء الله. يلا لك الحمد والشكر.